السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا بعينكم، شوفوا هاي الحالة اللي يدميلها القلب. أنا ما أعرف. مناشدة إلى أهل الغيرة، إلى أهل الرحم، إلى أهل الإنسانية، على كل شريف ذمة برقابكم شاركوا هذا المنظر، شاركوا هاي المناشدة. حالة إنسانية يدميلها القلب. شكل لكم باوعوا هاي البنية مسخنة من البارحة، هاي باوعوا لها، شوفوا حالتها مريضة، هاي البنية تعبانة، هاي البنية باوعوا لها حليب ما عندها، يا عراقيين حليب ما عندها. والزلمة هذا حاير بدنياه، ما يعرف وين يروح، وين ينطي وجهه، وين يخليها الجهال. امهم عافتهم ومشت، وهو الزلمة هذا لا حول ولا قوة، ما عنده اي شيء ولا يملك شيء. هذن اللي يملكن هاي هدومهم وهاي وضعيتهم. عمي شنو سالفتك؟ شنو وضعك؟ تعبانه بالاجار ومصرف ماكو، عائله. انت هسه ما عندك بيت؟ ما عندي بيت كلش. طبعا اخوان، هذا من اهل البصره. البصره ام المليارات، ام النفط، اللي على قولتهم مثل عين عذاري، تسقي البعيد وتخلي القريب. يعني ترضون يا اهل البصره وضعيه ابن البصره هيك؟ رجال لا يقدر، مريض زين ولا وضعيته تعبانه، ولا يقدر يطلع الشغل، ولا يقدر يطلع العمل، ولا يقدر يسوي شيء، وهاي الذمه برقابكم. شوفوا انتم الحاله وحكموا. يعني وضعيتهم كلش تعبانه، يعني باوعوا، يعني هاي الهدوم على التراب، لا بيت لا سكن لا عيشه لا معاش ولا اي شيء عندهم، وما يملكون شيء. سالت عن هويات البنات يقول لي بس عندي شو اسمه هو هذا؟ بس بيانات، حتى ما عنده امكانيه يطلع لهم جناسي. وانتم بعد بغيرتكم يا عراقيين، عمي بغيرتكم بناموسكم الكل يشارك هذا المنشور. طبعا اللي دلاني جزاه الله الف خير سيد علاء ابو حسين ما يقصر، دلاني عليهم، هو اللي وصلني على هاي الحاله وهاي وضعيتهم وبالشارع عمي. وبعد انتم وغيرتكم يا عراقيين.